لا تزال أسوار القصبة بخير، تقف شامخة تتطلع لإكمال قرنها السادس، متحدية عادية الزمن. قصبة أكادير أوفلا كانت من بين معالم مدينة أكادير المطلة على سواحل الأطلسي. ظلت كذلك إلى أن انهارت كما انهار كل شيء عقب زلزال عام 1960 الذي ضرب المدينة مخلفا أكثر من 15 ألف قتيل. غلف السكون هذا المكان بعد أن كان يعج بالحركة، ويتحدث الناس عن أن القصبة تحولت إلى مقبرة جماعية لضحايا الزلزال، حيث لا زال رفاة كثيرين منهم تحت الأنقاض. هذه المعلمه هي مقبره جماعيه لضحايا زلزال اكادير، وبالتالي هي من حيث القدسيه ديال هذه المقابر نفوذها تابع لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. وهناك احاديث تقول انه بمجرد فقط الشك في وجود مقابر او رفاة لضحايا او موتى فيمنع منعا كليا ان تمارس هنا اي مجموعه من الاعمال التي لها علاقه على الاقل بترميم او الحفر. وعلى الرغم مما آلت إليه القصبة، فإن موقعها الاستراتيجي يدفع بعدد من السياح لزيارتها لاستذكار جزء من التاريخ الذي ساهمت القصبة في صناعته. بعد زلزال 29 فبراير 1960 انتبه الكل إلى أن قصبة أكادير أوفلا هي المرجع الأساسي الأكبر ربما الوحيد بالنسبة لذاكرة أكادير ما قبل الزلزال، بحيث إن فونتي في الأسفل التي عمرت بعد بطبيعة الحال بعد طرد البرتغاليين عمرت، ولكنها لم يبقى منها حجر، ولكن فوق القصبة بقيت بعض الأجزاء من الأسوار تم ترميمها. كانت هذه القصبة إلى حدود 50 سنة مضت رمزا للتعايش الذي طالما عرف به المغرب بين اليهود والمسلمين قبل أن يهاجر معظمهم إلى إسرائيل. وكان داخل هذه القصبة سوق محلي يعتبر فضاء للتجارة، وكان فيها أيضا الحي اليهودي أو ما يعرف محليا بالملاح. يونس أيت ياسين، سكاي نيوز عربية، أكادير.